صدر فرخة هتعملي أكلة هتعجب كل اللي في البيت. أول حاجة هنا أنا معايا صدر فرخة تقريبا الوزن نص كيلو. غسلتها كويس بالمية والخل والليمون وشوية من الملح. بعد كده شطفتها تاني ونضفتها برضو، لو لقيتوا فيها أي دهون أو أي عروق هنشيلها. هنبدأ بقى ان احنا نقطعها كده ستريبس، ولا صغيرة ولا كبيرة. الكبيرة مش هتبقى مستوية مننا كويس، والصغيرة هتتحرق مننا بسرعة وهتبقى فاضية من جوه، هيبقى الكفر بس وهتلاقيها من جوه فاضية وهيبقى طعمها مش حلو. دي كده تقطيعة وسط بالشكل ده. القطعة اللي هي اللي تحت دي هنقطعها وما نقسمهاش، نسيبها زي ما هي لانها طرية وممكن تفرول وتبوظ مننا، تتفتفت مننا وتبوظ. اي دهون بقى واحنا بنقطع كده هنشيلها. بصوا التقطيعة وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة، هي دي التقطيعة المظبوطة للستريبس. كده قطعت كل الصدر اللي معايا. بولة بقى هنحط فيها علبة زبادي، وهنملى علبة الزبادي دي بالمية وهنضيفها على الزبادي والتوابل: ملح وفلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، شوية من الزعتر، ومعلقة كبيرة كده من تتبيلة الشيش طاووق. لو مش متوفرة عندك خلاص ممكن نستغنى عنها خالص. كمان بهارات فراخ، كل ده تقريبا نص معلقة صغيرة. وحطيت كمان معلقتين كبار من الخل. الخل هيخلي الصدور كده تبقى طرية خالص معانا وتتشرب كويس من التتبيلة، هتطرى خالص. بصوا بقى، انا كنت بقلب علبة الزبادي اللي في التتبيلة بالمعلقة، مش هيدوب كويس في الخليط ده، فجبت المضرب وضربتها كويس جدا عشان انا عايزة الزبادي كده يتخلط كويس مع التتبيلة. خلاص كده اتأكدت ان التتبيلة كلها بقت مظبوطة. هنضيف بقى قطع الاستريبس اللي احنا قطعناها. هنقلب كل ده مع بعض كويس وهنحطها في التلاجة مش اقل من 4 ساعات، والاحسن ان احنا نبيتها يوم في التلاجة. انا سبتها تقريبا 5 أو 6 ساعات في التلاجة وكانت طعمها تحفة. معايا بقى بولة فيها كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا. النشا هتخلي الاستريبس كله لون واحد، وهنشوف دلوقتي واحنا بنحمره لونه جميل ازاي. هنضيف كمان على الدقيق التوابل دي، نفس التوابل اللي احنا حطيناها في التتبيلة. وحطينا بس زودنا الكركم، يعني حطينا برضو شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا. بس ما ضفتش زعتر على الدقيق ولا تتبيلة الشيش طاووق، دول مش هيتضافوا على الدقيق. زودت بس شوية من الكركم على الدقيق. هنطلع بقى الفراخ من التتبيلة على الدقيق، نديها تقليبة كده في الدقيق وما نضغطش عليها بايدينا عشان ما تعجنش. انا بقلب كده تقليب بالراحة، يعني مش بضغط عليها. وهنطلعها من الدقيق ننزلها في المية، مية عادية جدا من الحنفية، مش تلج ولا حاجة، مش مية ساقعة. بعد كده هديها اطلعها تاني من المية على الدقيق واقلبها كده، وهنفضها من الدقيق عشان يديني شكل الستريبس الكريسبي المقرمش ده. هنفضها كده من الدقيق. اهم حاجة التقليب، ما نضغطش عليها، نقلبها كده بس وننفضها من الدقيق ونطلعها. واول ما هنطلعها نحمرها على طول، ما نركنهاش بالدقيق عشان ما تعجنش. طبعا استاذة ملوكة بقى بنوتي قالت عايزة بطاطس محمرة، فحمرنا لها شوية بطاطس بتبقى جميلة جنب الستريبس. في ناس البطاطس المحمرة دي جنب اي اكلة لازم. والزيت هنا النار هتبقى وسط، زيت غزير شوية
واول بقى ما هنطلع الستريبس من الدقيق هنحطه على طول على الزيت لحد ما يتحمر، النار وسط عشان ما يتحرقش مننا ويبقى من جوه لسه مستواش، ولا نوطي النار قوي عشان ما يتشربش زيت كتير. النار هتبقى وسط، هتستوي من جوه كويس، هتاخد لون حلو، لونها هيبقى فاتح ما يغمقش معانا. بصوا اللون بقى ذهبي وجميل وما غمقتش معانا وسيبناها تستوي براحتها. هي اصلا مش هتاخد وقت، الفراخ ما بتاخدش وقت في التسوية. الحاجة اللي معمولة في البيت انت عاملاها بنفسك احلى بكتير من اللي احنا بنجيبها من بره. عارفة انت غسلاها ازاي ومتبلاها ازاي ومسوياها في زيت عامل ازاي، فطبعا ما فيش وجه مقارنة ما بين الحاجة اللي احنا بنعملها في البيت وما بين الحاجة اللي احنا بنجيبها من بره. واكيد السعر برضو هيختلف كتير. يعني انت عشان تجيبي الشوية دول اللي هو النص كيلو ده هتدفعيلك على الاقل 200 جنيه. انا بقى ما حمرتش كل الكمية، سبت باقي الكمية في التلاجة، بس في التتبيلة ما حطيتهاش في الدقيق، ما عملتهاش في الدقيق وشلتها في التلاجة. لا انا سبتها في التتبيلة تاني يوم عشان احمرها ان شاء الله تاني يوم، وهعملها بالدقيق على طول وفي المية وبعد كده في الدقيق وهحطها تاني في الزيت. بس كده. بصوا بقى مقرمش ولونه جميل جدا ولونه فاتح ازاي. انا مش عايزه اقول زي اللي بنجيبه من بره، لا ده احلى 1000 مرة من اللي احنا بنجيبه من بره. واللحم كمان طعمه تحفة وشارب من التتبيلة. ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا.